بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 39 من دروس بيان موطأ الإمام مالك رضي الله عنه. السنة ضرب سبحانه بضد الباب ما جاء في افتتاح الصلاة، الحديث رقم 160 وما بعدها. إذا زورا دينيغ يثمثن المشهور عندنا في صلاتنا، هل نفتتح الصلاة بالدعاء أم مباشرة، يعني بعد تكبيرة الإحرام نقول الحمد لله رب العالمين؟ المعروف عندنا ما كانش دعاء الافتتاح ولاش مباشرة، يعني مي كريونا ديال الظل اديني الله اكبر تكبيرة الإحرام، من بعد مباشرة الحمد لله رب العالمين يقرأ سورة الفاتحة. الإمام مالك رضي الله عنه يرى كراهة دعاء الاستفتاح، رغم أنه من الصحابة من يفتتح، مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يفتتح، يعني تساوي دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، معروف، وتبارك اسمك إلى آخر، وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقيت دعاء من أدعية الاستفتاح المشروع هو هذا الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. تعالى جدك يعني تعالت عظمتك، وبعدين الخاتمة ولا إله غيرك. وقي قنص دعاء الافتتاح يعني بعد تكبيرة الإحرام أدين الله أكبر، أم بعد أدوي الدعاء يجي أبري الحمد لله رب العالمين. لذلك لاحظوا مثلا عند قارن دعاء الاستفتاح أطف دائما الإمام بعد تكبيرة الإحرام يسكت قليلا، يعني أذي السسم ثو الغشي كيني غير كيسسم، لو كان يغورنا ذاكي مباشرة ندير ديماري إن كان تكبيرة الإحرام، من بعد هذه يبذو سورة الفاتحة. نغاون دعاء الاستفتاح كان يقرأه الصحابة، منهم عمر بن الخطاب، منهم عبد الله بن عمر يعني ميس، وهم من فقهاء الصحابة. لذلك أيضا الإمام مالك يرى كراهية ذلك، الإمام مالك يرى كراهية ذلك. لذلك أئمتنا كاع مثلا في الجزائر المذهب المالكي هو الغالب، ولا قرنا دعاء الاستفتاح الأئمة مباشرة من شيوخنا كيخدموا. السؤال أيضا الإمام مالك يند على الكراهة، إنك لأن دعاء الاستفتاح ورد بين واجبين، الله أكبر تكبيرة الإحرام هذا ركن واجب، وقراءة الفاتحة أيضا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقع بين واجبين، معنى قد يتبادر إلى الذهن وجوب دعاء الاستفتاح، هذه يغال هذه وعير الغشاد حفظ الله أكبر يسهل، أحفظ الفاتحة سهل، باش يحفظ دعاء الاستفتاح، وسرتو مع الروايات المختلفة للدعاء. الغشي بارك الله فيك دياس الزاي. لذلك يجوز الإمام مالك الشك الغشي بريد الواجب، شغل تكبيرة الإحرام واجب، الدعاء واجب، سورة الفاتحة واجب، ذغينا يكوكي أرى كراهية ذلك. بعض العلماء من المالكية قال لك عملا بعمل أهل المدينة، وإن كان عمل أهل المدينة ورد عنهم هذا وذاك، ورد عنهم هذا وذاك. باش تدفع مثلا ستجي يرتشي بين قوسين صيام 6 أيام شوال،
الإمام مالك لا يرى كراهة يعني خاصة واش تسعوذ كل سكواس ولا الغاشي ثورة تسعوذ كل سكواس. العشي العبد ما يولف فيوث العبادة تحسب باللي شغل توجف لأن الغاشي تظل صلاة الضحى. شي ناس ساقي أتسندر وحدة وزور صلاة الضحى خاطر غروس ثغال سقميت يتظل بزاف يحسب تمكن توجفت خاطي. صيام 6 أيام تاع شوال صحيح أجر كبير كمن صام الظهر كما ورد في الحديث، أما كن يصام سكواس، ولكن صيام 6 أيام شوال أتقيم كان السنة ماشي ذا الفرض. لذلك يرى كراهة المداومة والاستمرار في الصيام تاع شوال كل عام كل عام كل عام كل عام. لازم عام وزوميث مثلا، عام وزوميث، عام ويض وتزومرا تقيم هذا السنة وخلاص ماشي ذا الفرض والسلام. يرد في غير المثال باش يكون دينا منهج الإمام مالك باش نفهم أمشي السخف اللانخ. طبعا لم يخرج من الشريعة لأنه هو إمام دار الهجرة، ممن يعني نقل إلينا عمل أهل المدينة واعتبره أصلا من أصول مذهبه. والزرم أصول مذهب شرح ثنيد فيما سبق: القرآن، السنة، الإجماع، قول الصحابي كذا. المديوض عمل أهل المدينة، مهبط الوحي الثاني بعد مكة، وذينا بعد إقامة المجتمع الإسلامي الجديد بعد الهجرة النبوية. معظم الصحابة ذين اللان، فبالتالي أتصل الأعمال يعني إذ نقل الإمام مالك في مذهبه سجيون الأصل سي المصدري اللي هو عمل أهل المدينة، كما قلنا في موضوع الأذان مثلا عمل أهل المدينة. لذلك يردني أولا في البداية خطر الباب يخدم الإمام مالك باب ما جاء في افتتاح الصلاة وقيد العنوان. ماذا ننتظر؟ ننتظر ديال الدعاء الاستفتاح وسيدي بويا ذي الموطأ ولا شيء يخدم هذا العنوان باب ما جاء في افتتاح الصلاة. أنت رجوع ديال الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك ديال الدعاء يجي استفتاح سيدي بويا في كلاون بالرأي الفقهي الإمام مالك يدينا بالكراهة. والسبب أي غير إن خاطر أراه بين واجبين، بين واجب تكبيرة الإحرام وواجب قراءة الفاتحة، لكي لا يعتقد الناس وجوب هذا الدعاء وفي ذلك يعني سمحوا لي تحمل لحفظ جديد، يعني لقد يحفظ إلى قد يحفظ. لذلك خفف علينا، خفف الله عنه الإمام مالك وتفهم تصن تخفيفات في المزدلفة. الإمام مالك الفتوى ينس أنه خط الرحال يجزئ، رغم هناك من العلماء من قال بوجوب المبيت بمزدلفة بالنسبة للحجاج ماذا سنسي عرفات أضروح نحو منى أدوض المزدلفة ذن السنذين يباتوا في مزدلفة بعد ما يصليوا المغرب العشاء جماعة تأخير قصرا بأذان واحد وإقامتين، وبعدين أذقمة ذن السنذين ألا ماذا الفجر مشى على الحرام الظلين كذا، وبعدين يستقبلون الكعبة، وبعدين الدعاء، وبعدين بعد ذلك ينصرفون إلى منى باش داوين جمرة العقبة الكبرى إلى آخره. الإمام مالك اش قال؟ خط الرحال يجزي من باب التخفيف. هذا زيك اسمي دروس الحجاج سهل ميثورة أنفق يعني الفايدة للفتوى ديال الإمام مالك رضي الله عنه. طيب ثورة أدنس الحديث نسود يبال الدعاء، ولكن يبال الحديث رقم 160 ناد حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، طبعا ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله وقي حفيد عمر الفاروق، يعني عمر بن الخطاب يسمي اسمي عبد الله، عبد الله يسمي اسمي سالم صافي. وقي مقصود سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر يعني فافاس يرفض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه.
ذاك المقصود افتتحها يعني دخل الصلاة بتكبيرة الإحرام، خاطر ندخل الصلاة بتكبيرة الإحرام وهي جزء أساس في الصلاة. الله أكبر، يناغ مش الطريقة، رفع يديه حذو منكبيه، وطبعا هذا مما يرى، ولكن لا رواية النظام أن ليس شرطا يصل، ممكن هكذا، هذا يجزي، الله أكبر، هذا يجزي. بعدين وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ده شو المعنى سمع الله لمن حمده؟ يعني ميد يرفع سي الركوع أديني سمع الله لمن حمده. ما معنى كلمة سمع؟ ماشي المعنى يسلا خاطئ. سمع الله لمن حمده، المقصود بسمع معناه أجاب، معناه قبلت، وقيل معناه أجاب، خاطر بالنسبة للسمع يسمع الكل، يسمع للمؤمنين والكافرين، للطائعين والعصاة، ويسمع لمن حمده ويسمع لمن جحده، ربي يصرى كلش. ولكن المقصود هنا سمع الله لمن حمده، سمع معنى أجاب. الذي يبين هذا المعنى هو حديث آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من 4: يتعوذ من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، وفي رواية لا يستجاب له. سبحان الله، مقل كان الرواية كتاب شرحتها. صافي النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ، قل اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم ورين فيها رفافيس، ورين فيها وياض. من نفس لا تشبع، فنفسيت ونسار القنيعة، هل من مزيد. ومن قلب لا يخشع، أول خشعالة، والخشوع هو روح الصلاة، والخشوع محله القلب. ربنا في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن دعاء لا يسمع، وفي رواية لا يستجاب له. إذن المقصود من كلمة سامع معنى أجاب. صافي يمكن ما درنا الغرض، ما درني الركوع، عند الرفع من الركوع أديني سمع الله لمن حمده، المعنى أجاب الله لمن حمده، ربي قفلاس دي جاوبي. وبعدين أدنيني ربنا ولك الحمد، ذاكي مدين ربنا ولك الحمد. ذا شو المعنى المعنى ربنا ولك الحمد على استجابتك للدعاء. فضلك وقي تأكيد آخر، يعني أربي أكن حمد إمث قفلظ دعاء النخ، ربنا ولك الحمد أكن حمد. وقي المعنى الأول. المعنى الثاني أن أحمد ربي على توفيقه إيانا للطاعات، وعلى رأسها الصلاة. وعلى بالكم ممكن الإنسان طول حياته دي قرى ولكن غلا وقال يموت نزولنا لا يا خلان أول يقول شي دينا راكو شيء محزن غلا أتفض دين سلم يقار لا إله إلا الله محمد رسول الله ميت وجيلي تظليث الميموث جامي دينا ولكن صافي أوينا كني وفق ربي يتظلى أثن كل ركعة أديني ضوالاقي سمع الله لمن حمده، وبعدين ربنا ولك الحمد. ولانت آية طبعا تشرح كل ذلك كقول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور وسيجزي الله الشاكرين إلى آخره. فيا جماعة الخير، أولا صيغة يسند الحديث رقم 160 ربنا ولك الحمد، ولكن ثلا صيغة النظام صحيحة ربنا لك الحمد ولاش الواو. لذلك ربما تسمعون لبعض الناس ودي قرا الواو دي قرا كان ربنا لك الحمد صح نغاديني اللهم ربنا لك الحمد لانه قد يقارن اللهم ولا ساقي الصحة
صافي الدين ربنا ولك الحمد صح، الدين ربنا لك الحمد صح، الدين اللهم ربنا لك الحمد صح. غير دني غاولاكي باش كنت غيتمثل احيانا انسل كل يوم ندير يغرا كل يوم ونسحرارا كان دايا ونسحرارا نحكم بالبطلان اسيني في بطلان واستنظارنا وتغلطنا خاطئ. نتاكد والشكر لم ترد. بارك الله فيك نور الدين. والشكر لم ترد. شكرا جزيلا يعطيك الصحة. كاين شكرا خاطر يغار لانه ما لم يرد ما وسنرنو يرى شغل زياده سلت كان مثلا في الدعاء ختام الاذان نسلتي كوالي الراديو واتي التلفزيون واتي الشيخ اسرنون اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته لن وقاذي إرنون ثقي إنك لا تخلف الميعاد درجة رفيعة صفاش استنض الله لا يخلف الميعاد ولكنها لم ترد. ربي لا يخلف الميعاد. ربي القرآن يناد إن الله لا يخلف الميعاد وتشد الآية كي تغحس في الله ورنون ثقي حمد كثير ثلانة الزيادات. لذلك ما ورد طيب ذي الصلاة نعم ذي الصلاة نعم في الصلاة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما في كذا وردت ولكن الشكر لم ترد. ربنا لك الحمد والشكر الشكر لم ترد. نعم بارك الله فيك. لذلك يا جماعة الخير نكون نسأل من كل رواية نسمعوها نسقسي أهل ترى ثلا ولاش مثل في رواية من رواية الحديث الله يبارك ولاش هذا غير هدينا ثورة مما الإمام مالك يمدنا بكراهة دعاء الاستفتاح يند بكراهته ولكن مث ولضيون يقرأه فذلك أمر مستحب مادام هو يميز بين الواجب والمستحب ولاش الحرج رفع الحرج. ولكن الدين غير ربي كان زيارة المقابر مثلا ذا الصلاة والسلام إنها كل الرجال والنساء خطر الناس حديث عهد بالإسلام مازال أثار الجاهلية مازال أثار لذلك منع ولكن قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وبعد إذا غاد ناس نكون لأنه قال قال لا زيارة القبور يرقز ثلاون ممنوع وذا الغلطة النظام أنت تذكركم الآخرة مش كان دير قازن يعني ثلاون نسخمي من ترى ثم هذه العادة السيئة ذيرث أنت ما في رقز في ثلاوين وقاذ يستغي من سفل المقابر وقاذ يعفسن في اللاسنت وقاذ يخدم لي شوار كارغوتي ذينا كارغوتي تسمرك يفكي ذيغي لانت امور ان تخالف اداب الزياره ذا ثلاون يتصوت نردين ثا تجذب ثا تستري مطاون ثا تقيم ساقويس كذا تخدم اسمي امان سفلي جيا وكذا زر ما كل عاده مني ما الا التزمت اداب الزياره فزيارة القبور أمر جائز للرجال والنساء للصغار والكبار على السواء. لذلك الإمام مالك إذن حينما قضى بكراهة دعاء الاستفتاح لأنه جاء بين واجبين بين تكبيرة الإحرام وبين سورة الفاتحة وكلاهما واجب لذلك خشي على الناس اعتبار ذلك الدعاء من الواجبات وهذا يثقل على الناس لذلك قضى بكراهيته. ويقول تلامذته كان يقرأه في خاصة نفسه هو كان يقرأه في خاصة نفسه. طبعا تلاميذ ناس ذس وكذا سلناس يقارثيد وما الصيغ ثور الناد أدين ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد كل هذه الصيغ جائزة. ولكن
ثورة أدنو غير الإمام كذ الفذ نغ المقتدي نغ المأموم وذا شديني وشديني وا أنزوير ثورة بالفذ الفذ معنى المنفرد وين ظالن وحدس أثنتي ديني سناث ما زلت وحدك الدين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أي غير خاطر زلظ وحدك فذا إما الزلظ مأموما يعني مقتديا أمشى ثرو شد قارضة سمع الله لمن حمده أسيديني كان الإمام مي ذكر الإمام أديني سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع نكوني أدنني ربنا ولك الحمد. إذن هل يقول ذلك المأموم المقتدي؟ الجواب لا. المأموم المقتدي يقول فقط ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده أخطر قالها الإمام فقط. ولكن المأموم اسمس المأموم نغي اسمس المقتدي استخدم الترمين المصطلحات هاكي باش نوالف بدي نظل الفذ معنى المنفرد يظل وحدس اثنتي ديني اسناث سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ما الا يظل في الامام ذن تساديني سمع الله لمن حمده نكوني ودن قرار سمع الله لمن حمده نكون ديني كان ربنا ولك الحمد والإمام لا يقول ربنا ولك الحمد سيدي قرار أديني كان سمع الله لمن حمده ودي قرار ربنا ولك الحمد. هذا بالنسبة إذن لهذا الدعاء. ثورة نكمل الحديث إن وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني لا يرفع اليدين في السجود. ثورة سوالم البعض عند الانتقال من حركة إلى أخرى يرفعون الأيدي سوالم. هذا أمر مشروع هذا أمر مشروع ذا كان هم دينير. ولكن عندنا في المالكية المشهور عند المالكية لا مرة واحدة فقط تكبيرة الإحرام الله أكبر ذايا أكو حركة الانتقال نياك نرى نركع ونخدم على الله أكبر ونخدم أدين الله أكبر مي نرفد ذلك فسنا ما نرفد سي الركوع ونرفد ذلك فسنا ما نسجد كيف ما نرفع من السجود كيف ما ننكر بعد السجدة الثانية إلى القيام ونخدم أنا مثوالي مثورة بعض الإخوة خدمت انتياكو أدنني ثقي مشروعة وثقي مشروعة فلا إنكار في مسائل الخلاف. ودائما في كل مرة كنت قرايث مثلا في الجزائر كلها 48 ولاية ولا شوني ظلنك إطلاقا ولا شو ظلن بالقبض ظلناك بالسدل صافي ساق يا شباب وإلا قرأت تقلقم ما كوني في العقل أتوعد ظلنا كسير حبس تغلظي الشيء غلظا صافي شو السينارة دايا الصند كان كل السينارة كلش الصند كان في الحاجة ذا غمث ولظ يون ويخدم رفع الأيدي عند الحركة حركة انتقال وسقروا السنظارة لا يصحى كش ذا غمث خدم ذا كاين ربي نمسفها ما جماعة الخير صافي ثاقي جوز ما ثواض الغاشية رفدي فسن عند الدعاء هذا هو الأصل الأصل نرفي فسننا موت في غضرة في ضرر ورف ذارة موت تروح رغ الأصل تهدض الديني ذرايك صحان لا أخوي العزيز تغلظظ مليح ماشي شوطيرنا صافي ما نروح كانس العقل. لذلك الفقه إلى قتل السن مثل السن ذغاني لي كاع مرتاحين وذي قبل ربي تصلت وخلاص يا أخي ما نصلي ربي أنذو ربي ذي قبل والسلام. وكان لا يفعل ذلك في السجود. إذن
ذا قد يحكون في النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يحكون في النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هناك صحابة ولند لم يفعل ذلك، أي لا يرفع اليدين في السجود، ولكن هناك رواية أيضا فيها الرفع، خلاص هذه صحيحة صح. ومن حكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تعدد هذه الهيئات لمصلحتنا، الفائدة نكون سيتاديرين في سوس الفلاي خدميت. والسلام عليكم. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. جمهور العلماء لازم ننتبهوا إلى مسألة مهمة. جمهور العلماء قالوا بمشروعيته أنه غالبا تكبيرة الإحرام. سؤال مثلا الإباضية لا يرفعون الأيدي مباشرة، قمنك ديجا بالصدر الله أكبر. وبعض الناس يتسأل يقول لك هذول ما يعرفوش يصليوا وكذا وكذا، نكون نسحر على لي جوجمون نوريك لي جوجاكم غلط. استوى حسن عقلك نسقسي اش تفضل. جمهور العلماء قالوا بمشروعية رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام، المشروعية معنى الجواز، ولم يقولوا بالوجوب. معنى يوندهنا ما لا يثوري يتسو يكشم ديال الظليث يتسو في تكبيرة الإحرام عادي عادي ما كاش مشكل. فهمتوا المسألة كيف؟ خاطر يودينا زعما يتسو في كوالك عرقا سورتو ما زاد فير الإمام أتسقيم من الصفوف وكذا وكذا، الشيخ يبدا يقار شيني عرقا تشاكو ورزريض ماثر الظرف وسيف في ضرب ذاكي ثورة الزمرضات ديال مباشرة الله أكبر، يعني تقصد الشك، تدفع الشك باليقين. وإذا فقد باللي ثنيض الله أكبر تصوذ كمثل في الظرف وسيف كمل تصليتك ولا تقطع صلاتك لأن صلاتك صحيحة. إذن جمهور الفقهاء جمهور العلماء قالوا بمشروعية رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام، ولم يقولوا بالوجوب. شكون اللي قالوا بالوجوب يرى رفع الأيدي؟ أولا الظاهرية، ولكن بعضهم ماشي كلهم، حتى الظاهرية قال بعضهم وليس كلهم، بعض الظاهرية والإمام الأوزاعي والإمام الحميدي، زرمان الحميدي يجي نغالا حميدي يجي الشيخ البخاري، يعني كبار العلماء. الإمام الحميدي هو شيخ البخاري والإمام الأوزاعي وبعض الظاهرية قالوا بوجوب رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام. من لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام صلاته باطلة، حكموا بالبطلان. إذا سئلتم من قال بالبطلان إناس ثلاثة، إلى الإمام الأوزاعي، إلى الإمام الحميدي، إلى بعض الظاهرية فقط. لذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله المالكي القرطبي إن هذا شذوذ وخطأ. مباشرة لناس بزاف عليكم شذوذ وناس وخطأ، معناه القول بالوجوب والقول ببطلان صلاة من لم يرفع الأيدي، فهذا قول شاذ وقول خطأ. قال الإمام ابن عبد البر هذا شذوذ وخطأ. إذن هذه مسألة نحاول نذكر بعض ساقي ما نفصلوش، لأنه حتى يعني خبر الاستمرار أو يعني في الحلقات يعني لم يسمع كثيرا، فذلك لا نطيل إن شاء الله اليوم في الأحاديث. المالكية قالوا المشهور عندهم لا يكون الرفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط ذايا، ولكن حتى الرفع في تكبيرة الإحرام لم يقولوا بالوجوب، قالوا بالاستحباب. معنى مستحب أترفض ضيف سنيه
في تكبيرة الإحرام. وهذا قول الحنفية، يعني المالكية والحنفية اتفقوا جميعا على استحباب رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام هكذا. ولكن سبحان الله في المذهب الواحد إلهم يقرن أشهب أكد ابن وهب وكي من أقطاب المالكية سيناجي وكذاكي ناند باستحباب الرفع حتى في مواضع أخرى، يعني الرفع من الركوع رفع معنى حتى ذي المالكية أيضا عندنا القول المشهور معني زماد اللي قولان إيو المشهور ومش مشهور لكل في الجزائر القول المشهور هو الذي تعلمون، هو الذي تعلمون هذا مكان. لذلك ابن وهب من المالكية أشهب من المالكية قالوا بجواز واستحباب الرفع في مواضع أخرى، مثلا اللي اسمها تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال. وهذا الرأي في المالكية هو الرأي المعتمد عند الشافعية والحنابلة، هو الرأي المعتمد عند الشافعية والحنابلة. لذلك سمحوا لي تصن الآراء تفضل لندي المالكية وبعدين المذاهب النظام بوينتن ويوكا. وطبعا المذهب المالكي سيدا مزوارو كذا. فبالتالي إذن وسبحان الله فعلا كان من العلماء المحققين اللي قالوا المذهب المالكي هو مدرسة المدارس ذليكون ليكولاث ما كان الشيخ للشيخ، وهذا طبعا من باب التقدير والاحترام، ولكن مع احترامنا للجميع القدر أثنفكاك جميع العلماء والفقهاء سلفا وخلفا. ما المقصود برفع الأيدي؟ لفات واحد ما ريفذو كان زار كان تظليث يزمت ثورة الظل نسين زداتنا غا يون يند الله أكبر يون يقيم كانك الله أكبر بوك شبحن قبل كان كاين ذوين في الاسنيس أكدنا ابن عمر مثل عمر الخطاب إناد لكل شيء زينة وزينة الصلاة الله الله أم سيدي وين إنك لكل شيء زينة شو تزين أي غرض الفقهاء النغمي من المشايخ النغ تجنري ولا يصل ذي الإمام بلا تشاشيث نغادي يرفض المنبر الخطبتين بلا عكواز مفهوم. إذا ما يزال مش جوكين قاعد يزال نورمال يجوز صافي باش نحبس لازم يحافظوا على هذا يحافظوا على هذه الزينة. هذا ابن عمر إن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام بعدين الله أكبر ايش ما يزال بارك الله فيك إشارة من اللي ما يسمعش وننسلالا إولا الإمام رفع الأيدي معنى واقي إشارة باللي الثاني بها ظريف وثورة لغة الإشارة وظلم ثورة اللغة الصغارين الحمد لله ثورة يعقلني ياكو كذا الله يبارك الله ثورة سلم أقصد يعني لا فهم مليح سمحتي لو اندجر بغاك البعض بصراحة في غير يعني مستوى الفهم صدقوني أرسلي ديتايس التفاصيل ناصر بالحمد لله يعني اللي خلق ما يضيع اللي خلق ما يضيع. ولكن ما المقصود من رفع الأيدي؟ في الحقيقة يسعى قصد أساسي هو تعظيم الله سبحانه وتعالى والظهور في موضع الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى الله أكبر، وكذلك اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدولا كان الشيخ خليل في المختصر في الحقيقة يعني يهضر الشيخ الدردير فين يعني كنت مسلقي كامل الشيخ الدردير من أقطاب المالكية، وكذلك صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك صاحب المختصر الفقهي الشيخ خليل. ومما ذكره قال غدا سمع الله حمده وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ
ولا دين سمع الله لمن حمده سين كان أثي ديني الإمام أكذ الفذ وين رزل الوحدس المنفرد أم بعد يكمل أم بيعشو دينا وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد. ولكن الدقينس المختصر الفقهي أين كنت شرح غاكني نتيجة نسى في هذه الكلمات المعدودات. وقول مقتد وفذ ذاك لم يذكر الإمام، خاطر الإمام ما يقولش ربنا ولك الحمد. وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد. إذن الخلاصة الفذ يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط ولا يقول ربنا ولك الحمد، المقتدي مع الفذ كلاهما يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقولان سمع الله لمن حمده لأن الإمام قد قالها، وهم يتبعون الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحديث رقم 61. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي وكما قال زين العابدين من علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. معناه ذاكي ما يسمى بتكبيرة الانتقال، ذاك دينا في رفع الأيدي. حديث 161 هذه الظرف تكبيرة نكوني باش تنتقل من هيئة إلى هيئة لازم تقول الله أكبر دون أن ترفع الأيدي. كلما خفض ورفع أشو دينا فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. يعني ويرفض باش ننظر المالكية عن الأصل فيما قالوا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ممكن رفع في بعض الحالات، ولكن في آخر أيامه يأتي هذا الحديث فيؤكد هذه المسألة. فلم تزل تلك صلاته يعني كي صلى حتى لقي الله ألم يموث صلى الله عليه وسلم. لذلك أكتفي بهذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.